طبعا انتوا عارفين دخلتي عليكم بالشنطه دي معناها ايه. وقبل ما اي حد يقول الشنطه دي بقت معفنه قوي يا نهاد وغيريها، الشنطه دي استحملت اللي ما استحملتوش شنطه ثانيه. انا جبت على الشنطه دي كميه شنط وكلهم اتكسروا الا دي، اتفضلت عايشه معايا. يلا بينا نجهز الشنطه. كالعاده هدومي كلها في الباكس دي، حاولت اقلل على قد ما اقدر، حرفيا مقضيه اليوم كله بشيل واحط في هدوم. انا عايزه اخد دول كده، بس عارفه ان هو عبال ما اوصل هيكونوا طالعين من بق الكلب يعني، بس فضت دول احطهم انيمهم كده وخلاص. هنيمهم في قعر، هنيمهم كده في قعر الشنطه وخلاص. هاخد الشنطتين دول الاثنين بهاندل طويل يعني كده، وبرده ينفع يتلبسوا كده، اوكي. انا حرفيا ظبطت الرحله ديت في اقل من اسبوع. كان اكبر مشكله بتواجهني هي الفيزا، عشان طقت في دماغي اني اسافر، فقاعده بدور على مكان يا اما من غير فيزا يا اما الفيزا بتاعته بسرعه او اونلاين او اون ارايفل. فربنا يخلي لي الباسبور المصري يا رب. بس يعني المكان هيكون كله ماشي، فاعتقد انا هاخد سنيكرز بس، ما اعتقدش ان انا هحتاج اي حاجه تانية. فالاثنين دول يعني شو بي انف. شنطه التويلتريز دي بقى كلها مينيتشرز للهير كير والسكين كير، فدي احسن حاجه للسفر. حتى لو احطها في بطن الطياره فمش هحتاج ان انا اخد علب كبيره او اقعد افضي في علب صغيره بتاعه السفر. وادي شنطه الميك اب، حطيت كل الميك اب بتاعي هنا يعني هوبفولي اتس اوكي ومفيش حاجه تتكسر يعني، بس يعني مكبساه كله في بعضه. دي بقى شنطه الادويه هاخدها معايا في الطياره. دي سانيتايزنج وايبس، هاخد معايا مغنيسيوم عشان جيت لاج، ادويه مختلفه للبرد، مالتي فيتامين، اتريفين if you know you know. so far almost يعني almost ready. وانا اوريدي وريتكم الشنطه دي قبل كده، وهي شنطه الادابتر وكل التشارجرز. بالطريقه ديت ما بنساش اي تشارجر، بحط فيها كل التشارجرز والادابتر بتاعي. واعتقد احتاج باتري كمان فاخدها معايا. طبعا الباتري ديت لازم اخدها معايا على الطياره في الشنطه اللي انا شايلاها، ما ينفعش تكون في الشنطه اللي بتتحط في بطن الطياره. طبعا الميزان اخده معايا عشان اتفادى ادفع فلوس زياده على الوزن. I think كده it's almost ready. وسبحان الله ان انا بجهز الشنطه قبليها بيوم، فانا متاكده ان انا هفضل الف وادور حوالين نفسي واشيل واحط في حاجات لحد اخر لحظه، بس على الاقل so far almost done.